مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي عم تحضروني فيه. المهم تكون كل أوقاتكم سعيدة وكلها طاقة إيجابية. حابة رحب فيكم كلكم وأقولكم أهلا وسهلا فيكم. وفعلا القناة بوجودكم عم تكبر وأنا سعيدة بالكل. ولكل المشاهدين اللي عم يحضرونا وبعضهم ما اشتركوا، يلا 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 اشتركوا بسرعة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. أما المتابعين حبايبي فبتمنى لكم كل الأوقات الطيبة، وشكرا لكل الطاقة الإيجابية اللي عم تعطوني إياها. حبايبي مثل ما لكم شايفين لليوم ما رح طول عليكم أكتر من هيك. وصفتنا لليوم محشي الملفوف أو الكرنب، فعلا بطريقة ولا أحلى من هيك. وهلأ خلوكن معي لحتى نشوف مكونات وصفتنا لليوم وطريقة تحضيرها. يلا 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 تعالوا تعالوا. وهي حبايبي الملفوف صار معنا موجود. هيدا الملفوف بصراحة مش دايما متوفر بروسيا، فأنا سعيدة اليوم بوجوده معنا. خلونا هلا أول شي نشيل القمع تبع حبة الملفوف مثل ما لكم شايفين، وبعدين نكون جهزنا المية السخنة عشان نبدأ بعملية السلق. وبغلوة هيك بسيطة مثل ما لكم شايفين الورق لوحده بيطلع وبنسحب ورقة ورا ورقة. هلا حبايبي بنجهز الحشوة. بدنا 3 أكواب رز مصري مع 300 ل 400 جرام لحمة مفرومة. أول شي فلفل أسود، 7 بهارات، بودرة ثوم نص معلقة تقريبا. طبعا البهارات على حسب رغبتكم، قابلة للزيادة. معلقة كبيرة من رب البندورة أو معجون الطماطم. 3 ل 4 ملاعق من الزيت النباتي. كمان نعصر ليمون، عصير الليمون على هيك وصفة كتير لذيذ وبيعطيها نكهة حلوة. وملح على حسب الرغبة. والحامض طبعا قابل للزيادة أو النقصان على حسب رغبتكم. ومنقلب هيدي المكونات مع بعضها بشكل جيد. هاي الحشوة صارت معنا جاهزة. وهلا حبايبي بنبدأ بعملية تقطيع الورق بهيدا الشكل. بنشيل العض منه عشان نبدأ عملية اللف، لف ورق الكرومب أو الملفوف. بهيدا الشكل بنحط الحشوة. هلا رح لف كل الكمية وارجع لكم. مثل ما لكم شايفين حبايبي أنا جهزت الطنجرة يلي بدي أطبخ فيها. حطيت لحمة بعضمه، والعضود يلي طلعت معي من الملفوف حطيتها كمان بسفل الطنجرة. وهي الملفوف صار معنا جاهز مثل ما لكم شايفين. المشهد لوحده بيحكي عن حاله. خلونا هلأ هيك نرتب مع بعض ورق الملفوف بهيدي الطريقة الحلوة. صار معنا جاهز مثل ما لكم شايفين. هلا حبايبي خلونا نجهز الصلصة او المرقة يلي بدنا نطبخ فيها المحشي. بدي تقريبا 3 ملاعق من الرب البندورة او معجون الطماطم، اضفنا عليهم ملح وماء ساخن. وهلا بنقلب هيدي المكونات كلها مع بعضها حتى تذوب معنا رب البندورة بشكل جيد. ونضيفهم على المحشي. ونغمرهم كمان بمي ساخنة.
وهلا حبايبي بنبدأ بعملية الطبخ. وهون أنا حضرت توم مهروس هيك فص كامل، وكمان نعناع ناشف مثل ما لكم شايفين، وحامض عصير الليمون، وقلبتهم بهيدي الطريقة. هدول بدي حطهم على وصفتنا بالمرحلة الأخيرة مثل ما لكم شايفين. آخر مرحلة من الاستواء بضيف عليها هيدي الخلطة اللي بتعطيها نكهة ولا أطيب، ونخليهم هيك تقريبا آخر ربع ساعة لحتى ياخدوا هيدي النكهة اللذيذة من الثوم والنعناع. وهي وصفتنا صارت جاهزة. قلبنا الطنجرة وطلع معنا محشي الملفوف جاهز. وهيك حبايبنا وصفتنا لليوم بتكون صارت معنا جاهزة. محشي الملفوف أو الكرومب، فعلا ولا أحلى من هيك. الريحة بتاخد العقل والشكل. مثل ما لكم شايفين، عن جد شي كتير هيك لذيذ ومغري، وفعلا أكلة حلوة بهيدي الأيام. إن شاء الله كل أيامكم خير يا رب. حتى ممكن يكون وصفة حلوة بشهر رمضان الكريم. إن شاء الله أيامكم كلها خير وفرح وسعادة يا رب، وأيام مباركة على الجميع. وهلا حبايبي بصراحة ما عاد فيني، خلوني أجرب. خلوني. وراح أعطيكم رأيي بكل صراحة. أوكي. طبعا حبايبي بنقدم حدا المرق يلي بيطلع معنا. فعلا هون بتكون الخلاصة. هون بتكون العبرة والحكمة، يعني كل النكهات بهيدا المرق اللذيذ. وهلأ حبايبي مثل ما قلت لكم بدي اجرب. يا عين، شايفين ما احلاها؟ وفينا ننزل هيك بهيدي الطريقة. وعلى المعدة دايركت. مم. يا سلام، فعلا ولا اطيب من هيك. وفينا كمان نزيد عليها ليمون اذا بنحب، وفلفل اخضر ولا اطيب من هيك جنبها. وصفة ولا احلى من هيك. بنصحكم حبايبي بالتجربة. اكيد كلكم تعرفوها، بس يعني بنستفيد من خبرات بعض بالتغيير باسلوب البهارات ممكن، او طريقة التحضير. وكله لذيذ وكله طيب، وان شاء الله كل ايامكم خير. واذا عجبكم الفيديو يا حبايبي لا تنسوني بالشير واللايك واشتراك بالقناة. اخر شي اكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم بهي الوصفة. ولا تنسوا لايك 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 لايك. باي باي.